جوج ديال الملايين ونص ديال الوثائق الان اللي فرنسا عطاتنا وسلمت لنا، يكونوا فيها الوثائق اللي يمكن عاوتاني نكملوا بها بالنسبه للصحراء الشرقيه. بالنسبه للصحراء الشرقيه. ولكن اللي لاحظت هو كان كيحاول، لان كان في ذاك الوقت يعني طبعا الجزائريين كانوا تيحاولوا دائما يدخلوا الصحراء الغربيه، يعني هما يعتبروا بان الصحراء الغربيه راه ديالتهم، والاطماع راه بدات من 58 وبالادله. بن بله مازال كانت ساعه في السجن في فرنسا، وهو تيحاول باش عن طريق فرنسا اللي حاولت يضغط باش ما اسبانيا ما تسلم لنا شيء طرفايه في 58 ديجا. مطامع قديمه ماشي جديد، ماشي قديمه، كيقول لك على الاقل ابتداء من 8. هذو استنتاجات ولا في الوثائق والارشيف ما يفيد؟ لا، في الوثائق والارشيف ما يفيد بانه ديك الساعه كان جاك شابان ديلماس كان وزير الدفاع، فهمتي؟ ولكن خصني نعطيك السياق التاريخي لهذا الشيء. السياق التاريخي باختصار هو انه وهنا فاش مع الاسف الشديد تنلاحظوا بان الناس اللي كيحكموا اليوم الجزائر ما كانوش يعني في المستوى ديال الوفاء بالعهد اولا والاعتراف بالجميل. لان نجيك انا ملي بدينا في نوفمبر 55 محمد الخامس وصل 18 نوفمبر عيد الاستقلال كما تعلم، فاش غادي يعلن على البروكلاماسيون ديال الانديبوندونس، الاعلان عن الاستقلال. ففي ذاك الاعلان عن الاستقلال في نوفمبر ديجا، وهذا الشيء كاين في المذكرات ديال عبد الرحيم بوعبيد. فرنسا اول اقتراح يقترح على المغرب باش المغرب تقول لهم بعدوا من جبهة التحرير الوطني الجزائري، يعني وقفوا، ما تبقاش تساندوهم ولا تعاونوهم ولا عسكريا، وحنا غادي نتفاهموا على قضيه الصحراء الشرقيه، غادي نرجعوا لكم تندوف تدكلت ونرجعوا لكم كولوم بشار، دوك المناطق كلها اللي قال لهم محمد الخامس لا هذوك اخواننا ما يمكنش نطعنوهم بالخنجر من اللور. قل لي يا سي يعني اخي الكريم، في رايك انت شحال من مره هذا الجواب في نظر ديالك تصور شحال من مره، والشرع بالوثائق عندي، شحال من مره المغرب يعني محمد الخامس الله يرحمه والحسن الثاني تيقولوا الفرنسا لا، مرة 2 3 زيد 4 5 زيد 10 قل 8 7 نقص 7 د المرات 7 د المرات. والمغرب وبالوثائق المغرب ما بغاش يفرط في الجزائر نهائيا. من نوفمبر 55 اللي كاين في المذكرات ديال عبد الرحيم بوعبيد توفى محمد الخامس الله يرحمه، فرنسا رجعت الكرة من جديد مع الحسن الثاني ورفض كل مرة كيرفض، مرة عن طريق السفير ديك الساعة ديالهم ديال فرنسا في الرباط، مرة عن طريق، فحتى المارس 1962 بداية مارس عرفتي شنو بداية مارس 1962؟ هي بداية المفاوضات حول اتفاقية فين ديال سميتو ايفيون، اتفاقية ايفيون ومازالين تيراوضوا. وفي 61 قبل كاع من 62 داروا معنا اتفاقية شهيرة ديال 6 يوليوز 1961 بأنهم ما غاديش يورثوا الحدود ديال الحدود اللي غتدخل لهم فرنسا. في وسط هذا الشيء كله الوثائق اللي استندتوا عليها أو استعملتوها أو بعضها لإثبات الروابط شنو هي بين المغرب وصحرائه؟ أولا ما عرفتش واش نجبد الصحراء الشرقية وكاين فيها شي وثائق ولا بلاش نجبدوا داكشي؟ لا بغيتو نجبدوا الصحراء الشرقية بالعكس، احنا دابا نقول لك بصراحة لأنه الصحراء الشرقية الآن فرنسا عرفت بأن الصحراء الشرقية كانت مغربية، هادشي معروف. وحنايا كنظن من وجهات القانون الدولي
والتجربة اللي عندي، وبأن من حق المغرب أنه يطالب بالصحراء الشرقية. من حقه قانونيا. من حقه قانونيا. أولا ما كاينش تقادم في القانون الدولي. ثانيا أن الجزائر ما وفاتش بالالتزامات ديالها وبالعهود ديالها اللي التزمت بها في ترسيم الحدود قبل كاع من ترسيم الحدود. في الاتفاقية واللقاء ديال إفران. اللقاء ديال إفران في يناير 69 قبل من اللقاء ديال تلمسان. إفران 69 تماك وقع اتفاق بين المرحوم الحسن تاي والوالتقي يعني موجودة بأن غادي يكون تفاهم وارتباط كنسموه لينكاج بالفرنسية. هما غادي يعني يعترفوا لنا بمغربية الصحراء وغادي يدعموا مغربية الصحراء، وهنا غادي تكون بداية ديال المسلسل ديال يعني القمم الثلاثية ما بين المغرب وموريتانيا والجزائر. والجزائر التزمت من ذاك الوقت بأنه غادي يتفق مع المغرب فيما يتعلق بالخيرات وبمناجم ديال غارة الجبيلات، يكون استغلال مشترك لصالح البلدين. فهمتي؟ والمغرب غادي يعمل اتفاقية ديال الحدود وغادي نتنازلوا على بعض المناطق. ولكن مقابل ايش؟ مقابل ان الجزائر غادي، وحنا راه فتنا دابا، حنا راه شحال 6 سنين من حرب الرمال، لان ذاك الملف غادي يتطوى، وفي المقابل غادي الجزائر تدعم يعني مغربية الصحراء. وهنا اللي بغيت نزيد نأكد عليه ومهم بزاف، فهمتيني، انه تصور ما نعطيهم لك بالتواريخ 3 ديال القمم ثلاثية بين المغرب وموريتانيا والجزائر. القمة ديال اولا نواديبو في 12 سبتمبر 1970. القمة الثانية قمة ديال الجزائر في 1972. القمة الثلاثية الثالثة قمة ديال أكادير في ماي 1973. خلاصات ديال هذا الشيء كله انا غادي نعطيك خلاصه كل شيء. زيد عليه 2 القمم اخرى اللي هي خارج من القمم الثلاثه الثلاثيه، هي القمه الافريقيه ديال يونيو 1972 وقمه ديال الجامعه العربيه 1974. الخلاصه من هذه القمم شنو هي؟ أن الجزائر كانت تلتزم في جميع هذه القمم ال5 بأنها لا ناقة لها ولا جمل في قضية الصحراء، وبأنها ستدعم المغرب سياسيا ودبلوماسيا وإن اقتضى الحال عسكريا. قال له الحسن تاني الله يرحمه، قال له ولكن علمني غير واحد 48 ساعة كيش لا كيش ديالي أنا نحرر لك. كيفاش نفسروا الردة الجزائرية بخصوص هذا الملف؟ هذا التفسير حقيقة يعني سؤال وجيه ولكن معقد. نحاول نختصروا فيه ايه. يعني كيفاش حنا ما كناش كنتصوروا بأن قضية الصحراء غادي تكون إشكالية. لأن لماذا؟ أولا هاد الجزائر، النظام الجزائري كان متفق بأنه غادي دونك حنا دعمناهم. هادشي هذا في سياق الجواب على هذا السؤال في 61 6 يوليوز 61 بعد ما توفى محمد الخامس غير بأسابيع، فهمتي. كان ديك الساعة فرنسا والجزائر دخلوا في مسلسل ديال اتفاقيات ديال المفاوضات باش يعني يشوفوا كيفاش غادي يحلوا المشكل ديال الحرب ديال الجزائر، يعني كان هذا هو الهاجس ديال الجنرال دوغول، وتوقف الحرب في الجزائر. في هذاك خلال المسلسل ديال التسويه وديال المفاوضات وصل واحد الوقت
وما تنساش اللي بديت لك انا راح في مسلسل اللي فرنسا مازال كتحاول مع المغرب باش يا سيدي على قضيه ديجي طاري الله يعطيك الصحه. اذا في وسط هذه المعمعه ومازال حسن تاني كيتصلوا به وحاول يقول لهم ديما لا، احتراما لاولا الالتزام ديال الوالد ديالو الله يرحمه فهمتيني، وديال المغاربه كاملين اللي ساندوا الجزائر بكل ما اوتوا، بمعنى ما نخويوش بخوتنا نهائيا. اذا انا غنجيك دابا في هذه الفتره هذه فرنسا شنو قالت المغرب دابا ما بغاوش يتفاهموا معنا، اذا احنا غادي نحاولوا نعقدوا على الجزائريين. قال لهم احنا على قضيه الصحراء، قالوا واخا احنا ما كاين مشكل نقدروا نتفاهموا معكم، ولكن راه الصحراء راه كيطالب بها المغرب، يعني الصحراء الشرقيه راه مغربيه وكذا، ولكن خصهم ديك الساعه اش غادي نديروا. الحسن تاني الله يرحمه صفت على الفاسي وعبد الكريم الخطيب اللي كان ديك الساعه وزير ديال الشؤون الافريقيه، اييه الله يرحمه باش يتفاوض مع فرحات عباس ديك الساعه، هو اللي كان فهمتيني ديك الساعه كان على راس الجي بي ار فهمتيني الحكومه المؤقته الجمهوريه الجزائريه. قالوا الله يخليك احنا دابا شنو غادي يثبتوا فرنسا راهو ما عرقلوا لنا، قالوا لنا باش يمكن يستمروا معنا في المفاوضات خصنا موافقه ديالكم بانكم انتم ما غاديش يطالبوا دابا بالصحراء، يعني بما انهم دابا عارفين ديك الساعه شرقيه هي الشرقيه ماشي اللي كيسميوها غربيه، شرقيه احنا دابا شرقيه لانهم دابا كيتفاوضوا معهم في قضيه ديال الصحراء الشرقيه، وخصوصا الجزائر تيقولوا لهم شوفوا احنا راه ما غاديش نتفاهموا معكم، ما غاديش نوقفوا الحرب الى ما سلمتوا لناش الصحراء. دابا الجزائريين كانوا ملحين على واحد الصحراء منطقه اللي هي مغربيه اولا وكانوا اذا داروا معنا ديك الاتفاقيه ديال 6 يوليوز اللي فيها بانهم كيلتزموا انهم ما غاديش يجعلوا من هذيك المنطقه غادي يورثوها من فرنسا. اذا احنا عطيناهم شيك على بياض، كنعتبر هذا الشيك على بياض. ملي دخلوا هذيك الاتفاقيه ديال 61 حطوها الفرنسيين، حد فهمتي الفرنسيين ديك الساعه اقتنعوا بانهم ما عندهم مثلا عندهم ما يديروا. دونك شوف الى اي درجه احنا كانت عندنا نيتنا زينه وكنا جادين معهم. اذا تتم الجواب على السؤال ديالك كيفاش الجزائريين، يعني اش غادي نقول لك، يعني واش غادي نقول لك بان عدم يعني نقران الخير وعدم المروءه وعدم واش يعني من السيكولوجيا خصهم يعني بسيكاناليز والفاهم يفهم